السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ منوريني وشرفيني في قناة ترند جديد. في تفاصيل كتير كده هنتكلم فيها عن الفيديو المحذوف اللي كانت منزلاه امل اسعد هي ومامتها، واتكلموا في حاجات كتير وتفاصيل البلاغ اللي قدمته امل اسعد في شيماء اخت احمد بسبب التشهير بيها وبسبب السب والقذف واتهامها ان ركان مش ابنها، وتفاصيل كتير كده هنتكلم فيها، وسبب اعتذار جمهورية أحمد وأمل، وهل أمل حذفت الفيديو بسبب اعتذار الجمهورية. تفاصيل كتير كده هنعرفها، بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو وكومنت كده، ويلا بينا على الفيديو. أول حاجة كده هوجه رسالة عتاب لأمل أسعد ولشيماء أخت أحمد. أمل أسعد، انت فاكرة انك لو سجنتي أحمد هل ركان مش هيتضر؟ ركان أول واحد هيتضر، لأنه أحمد ده أبوه. مهما عمل ومهما حصل ومهما جرى بينكم اسمه ركان احمد، يعني احمد هو ابوه، مفيش مفر. وانتي للاسف لازم يبقى في صله ما بينك وما بين عيلة احمد بسبب ركان، يعني خلي الواد يحب ابوه وابوه يحبه. بلاش الخلافات دي مهما كانت الخلافات اللي بينكم. رسالة لوم وعتاب لشيماء. انتي ثبتي امل واحنا ما بنرضاش بالغلط، وقلتي ان ركان مش ابنها، وطلعتي اعتذرتي وده حقك والمفروض اعتذرتي، وانا بقولك ربنا كده ينصرك. واحلى حاجة فيك انك انتي اعتذرتي، واشكر مستر عاطف اللي دايما واقف في ظهركم وبيقومكم وما بيرضاش بالغلط، وعنده الغلط غلط والصح صح. وعجبني فعلا موقف مستر عاطف انه لما شيماء غلطت خلاها فعلا تخرج تعتذر لأمل. هو ده الراجل الصح، الراجل اللي نقول له شكرا شكرا. تعالوا كده نحكي في تفاصيل الاعتذار وتفاصيل الفيديو المحذوف. كلنا كده شفنا تفاصيل الفيديو اللي نشرته أمل أسعد، وكانت بترد على جمهورية أحمد وأمل، وكانت بتوجه رسالة عتاب، لأن كانت بترد على شيماء بسبب إنها بتقول إن ركان مش ابن أحمد أخويا. ولكن بعد ساعات قليلة أمل حذفت الفيديو بسبب الشتائم اللي كانت فيه. مامتها أهانت الجمهورية وقالت كلام ما يصحش يقوله، فبالتالي كده ان عيلة احمد وامل هيعملوا بلاغ ضدهم. هنا في سب وقذف، وكمان عند شيماء في سب وقذف، هتبقى قضية قصاد قضية. دلوقتي كده انتوا شغالين قواضي قصاد بعض وكلام ضد بعض، والكلام ده ما ينفعش. كل المفروض عيلة احمد وامل ما تردش على اي تعليق او اي حاجة لحد ما يخرج احمد ويشوفوا رأي احمد في كل حاجة، وربنا يرجع لهم احمد بالسلامة يا رب. ولازم نعذرهم مهما حصل ومهما جرى، هم فعلا معذورين بسبب الموقف اللي هم فيه. تعالوا كده نطلع شوية من الجمهورية ومن أمل أسعد ونروح لعبد الله بن الكويت. عبد الله بن الكويت فاتح بس وبيقول أنا ما أهنتش جمهورية أحمد وأمل، أنا ما شتمتش شيماء، أنا ما قلتش حاجة عنهم، أنا كنت بلومهم وعاتبهم علشان صديقي وحبيبي اللي ما ردوش عليا، واضطريت أقول الكلام ده بسبب موقفهم. وقال إن طارق ابن الخالة حلمية غلطني وبيقولي ما يصحش، ده احمد صديقك وكلام كتير، ومهما انا قلت كلام اعذروني، ده انا من غضبي ولومي، انا سائح وجاي مصر ومعرفش حد فيها، واتصلت بيكم ومحدش رد عليا. ده كان موقف عبد الله بن الكويت، وشغال يفتح بثات ويتكلم في كل المواقف دي. حابين نشكر طارق ابن الخلع حلمية ونقول للجمهورية ما تردوش على اي تعليق سلبي. نشكر مستر عاطف اللي واقف في ظهرهم واخ ليهم ومساندهم لحد احمد ما يخرج بالسلامة. ربنا كده يفك كربه يا رب. ونقول لأمل أسعد حاولي كده تتملكي أعصابك، وقلنا لك لو ليكي حق خديه بالقانون. تفتكري ابنك لما يكبر وتفضلي كده تقولي له ابوك عمل وعمتك عمل واهلك عمل وستك عملت وجدك عمل، هل كده هيحبهم؟ لا، هيكرههم ويكره ابوهم. هيجي بعدين احمد والعيلة يطلعوا الاسكرينات والحاجات اللي بينهم ويقولوا امك عملت وشتمت فينا. من الضحية في النص هو ركان، هو الضحية ما بين العيلتين، فلازم موقف حتمي ولازم موقف لإنهاء الخصومة ما بين العيلتين. عشان الخصومة تنتهي يبقى لازم حد كده كبير يتدخل، وشكرا لمستر عاطف اللي هو متدخل في الوقت ده.
من خلال فيديوهات امل اسعد شايفه ان امل بنوته كده هاديه واسلوبها حلو وراقي، ولكن مامتها شديده قوي وبتعنف وتشتم، وكانت بتوجه كذا رساله لامل بنتها وتقول لها ما تحذفيش المقطع ده، سيبيني اقول، ما تشيليش المقطع ده، وكانت بتشتم شتايم. وامل كانت بتقولها لا بلاش، ما تجيبيش في سيره حد، لان بالنسبه لهم الفيديو ده غلطة وهيتحاسبوا عليها، وفي سب وقذف لعيلة أحمد. ربنا كده يهدي نفوسهم يا رب ويصلح حالهم يا رب، وما نشوفش حاجة وحشة إن شاء الله. أتمنى ليكم الصلح قريبا إن شاء الله، ولحد ما يخرج أحمد أبو ابنك، وجمهورية أحمد وأمل تمالكوا أعصابكم، وإن شاء الله ربنا كده يطمنكم يا رب. هسيبكم في رعاية الله.